السلام عليكم. مدرب منتخب بيرو خوان رينوسو يفاجأ المنتخب المغربي بعد التعادل مع منتخب بيرو بأسبانيا. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب للمنتخب المغربي اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد تعادل المنتخب المغربي مع المنتخب بيرو في المباراة التي أقيمت في أسبانيا، فقد صرح مدرب منتخب بيرو خوان رينيسو وأدلى بتصريحات بعد هذه المباراة وقال: أنا سعيد جدا بتحقيق التعادل أمام المنتخب المغربي الذي أعتبره من أفضل منتخبات العالم حاليا. فالمنتخب المغربي الذي حقق المعجزة في كأس العالم ووصل للمربع الذهبي، وأيضا حققوا فوزا ثمينا على المنتخب البرازيلي. فالتعادل أمام المنتخب المغربي بمثابة الفوز. فالمنتخب المغربي لم يقدر عليه منتخبات بلجيكا والبرتغال وأسبانيا والبرازيل، ونحن حققنا معجزة اليوم وحققنا تعادل ثمينا أمام هذا المنتخب الذي يخشاها الكبار. وأعتقد أن المنتخب المغربي سيحقق كأس الأمم الإفريقية القادمة بكوتيفوار، وسيكون منافسا شرسا على هذا اللقب. وهناك بعض الأنباء في أمريكا اللاتينية تقول أن المنتخب المغربي سيشارك في بطولة أمريكا القادمة، وأعتقد إذا شارك فيها سيكون أيضا منافسا شرسا لمنتخبات البرازيل والأرجنتين، لأنه لا يقل عليهم في الإمكانيات، ويمتلك لاعبين يلعبون في أفضل الأندية الأوروبية على غرار حكيم زياش وأشرف حكيمي والنصيري وياسين بونو وغيرهم من اللاعبين، ويملكون مدرب على أعلى مستوى وهو وليد الركراكي الذي أهنيه على هذا المنتخب الجبار. وفي النهاية، لو أنت محب للمنتخب المغربي اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.